الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. اليوم كتبت مقال يتناول طبيعة وطبقات المثقف الإمعة، ونشرت هذا المقال على صفحتي في الفيسبوك، وأريد أن أقاسمكم مضمون هذا المقال هنا على قناتي في اليوتيوب مع بعض التعليقات التي تتخلل المقال. طبقات المثقف الإمعة. غالبا ما نجد صفة الإمعة تقال في صنف من المثقفين والكتبة كناية عن انعدام الشخصية وهشاشة المنطق لديهم وهزال إرادتهم، ما يجعلهم يتبعون أنظمة استبدادية، وهم في ذلك يتبعون هوى مصالحهم مع هكذا نظم، وليسوا بالضرورة مقتنعين بصواب وجدوى ورجاحة تلك الأنظمة الاستبدادية. لكن من أين أتى وصف الإمعة؟ هذا الوصف شو أصله، شو فصله، شو جذره؟ الآن سأحاول الحديث ولو قليلا حول منشأ وجذر هذا التوصيف. جاء في لسان العرب لابن منظور الإمعة الذي يقول لكل أحد أنا معك ولا يثبت على رأي. وكذلك القاموس المحيط للفيروز أبادي يذكر إن الإمعة هو الذي لا رأي له، يتابع كل أحد، بينما المعجم الوسيط يشرح معنى الإمعة بمن لا رأي له وهو يتابع غيره في كل شيء. وبسؤال شات جي بي تي عن أصل الكلمة أجاب إنها أتت من أنا معه، فأدغمت الكلمتان وصارت إمعة. أنا معه تم إدغامهما ببعض، ولنخرج بكلمة جديدة هي إمعة، وهي صيغة تدل على المبالغة في الاتباع أو التبعية. وروي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله: لا تكونوا إمعة أو إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. بمعنى يعني التبعية تكون في الخير وليس في السوء والشر واقتراف المعصية. الحديث يعني مصدره سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو. هنا فهمنا معنى كلمة الإمعة. المثقف الإمعة من هو؟ وما هي طبقاته وأنواعه؟ هل المثقف الإمعة يعني كتلة صلبة أم أنواع؟ الآن سأحاول ذكر ذلك. ضمن فئة المثقف الإمعة هنالك طبقات وأنواع تختلف في الأداء ومتفقة في الهدف، وهي الجهر بالبيعة والتبعية لنظام استبدادي، أو كتمان هذه البيعة
والتبعية أو كتمانها والبحث عن فتاوى ثقافية سياسية أخلاقية لتلك التبعية والسلوك الإمعي. ويمكنني ترتيب طبقات المثقف الإمعة على النحو التالي: أولا، مثقف يتبع نظاما استبداديا فاشيا عنصريا طائفيا دينيا أو دنيويا قوميا أو يساريا عن قناعة تامة على أن هذا النظام يعبر تماما عن النهج الأيديولوجي لذلك المثقف، فوجود ذلك النظام بتلك المواصفات هي الغاية القصوى لسلوك وفكر وأداء ذلك المثقف الإمعي. وبوجود هكذا نظام من طبائع الأمور أن يتبعه مثقف من هذا النوع، لأنهما متشابهان أو متطابقان في العقيدة والأهداف والنظرة إلى الحياة والأوطان والمجتمعات والثقافة ودورها في تكريس وترسيخ هكذا أنظمة طاغوتية. هذه الطبقة من المثقف الإمعة هي الأفضل، الطبقة اللي تتبع نظم استبدادية عن قناعة ويقين وإيمان بدون ما يكون هنالك منفعة مادية مباشرة، يعني هنالك مبدأ، تبعية عن مبدأ. هذه الطبقة الأولى من المثقف الإمعة. هذه الطبقة من المثقف الإمعة هي الأفضل وذات مصداقية، لأنها تمارس تبعيتها لنظام استبدادي عن قناعة وإيمان، سواء حظي هذا المثقف باهتمام النظام الاستبدادي أو لم يحظى. الموضوع ما له علاقة بالعوائد والمكتسبات المادية، الموضوع قناعة، إيمان وتسليم وإذعان ورضوخا والتزاما بالعقيدة الأيديولوجية التي تمثل هذا المثقف وتمثل النظام الاستبدادي الذي يتبعه هذا المثقف. هذه الطبقة الأولى من المثقف الإمعة المؤدلج المنقاد إلى نظام الاستبدادي طبقا لمنظومة قيمية سياسية أخلاقية فكرية عقائدية مشتركة يمثلها النظام الاستبدادي المعني ويتبعها المثقف الإمعة. هذه هي الطبقة الأولى من المثقف الإمعة وهي الطبقة الأفضل. الطبقة الثانية، ثانيا، مثقف يتبع نظاما استبداديا فاشيا عنصريا طائفيا دينيا أو دنيويا قوميا أو يساريا ليس عن قناعة تامة بل عن خوف على نفسه أو أسرته أو وظيفته، يدافع عن هذا النظام من دون قناعة وثيقة بل استسلاما للخوف من تبعات عدم البيعة والتبعية وخشية ردة فعل النظام من عدم إبداء هذا المثقف لفروض الطاعة المطلقة. هنالك مثقفين ضمن الأجساد الإدارية لنظام الاستبدادي، قد تكون هذه الأجسام الإدارية اقتصادية أو سياسية أو خدمية أو ثقافية أو أي شيء، موظف عند الدولة في أي مؤسسة من المؤسسات، ليس بالضرورة مؤسسات ثقافية. هنالك مثقفون في شركة الكهرباء مثلا، هو مثقف وكاتب وشاعر لكن موظف في شركة الكهرباء أو في شركة المياه أو في وزارة النفط أو في وزارة الخارجية أو في وزارة الدفاع أو في المخابرات، موظف إداري بيشتغل ضمن مؤسسات الدولة. هذا المثقف خائف جبان على، يعني يخشى على حياته على أسرته على مورد رزقه، فيتبع هذا النظام الاستبدادي ليس قناعة منه
لكن خوفا وحرصا على نفسه، وخشية من ردود أفعال أي موقف نقدي، أي موقف خارج السياق العام من هذا النظام الاستبدادي. هذه الفئة، هذه الطبقة من المثقف الإمعة، على بؤسها وجبنها يمكن التماس الأعذار النفسية لسلوكها، باعتبارها غير مصدرة لنفسها، غير مصدرة لنفسها على أنها صاحبة ادعاءات كبرى عن الحرية والدفاع عن المظلومين ومناهضة الاستبداد والانحياز للتنوير والنهضة واحترام إرادة العقل وروح النقد. هؤلاء مثقفون على الهامش، كتاب على الهامش، شعراء على الهامش، لا يشتبكون بشكل مباشر مع النظم الاستبدادية أو غير مباشر مع النظم الاستبدادية التي تقمع الحريات وتصادر الحقوق ويعني تنتهك كرامة الأوطان والمجتمعات. ما عندهم هاي الادعاءات، ما عندهم هاي الأسئلة الكبرى، ما عندهم هاي المشاريع الثقافية والفكرية الكبرى، لا، ضمن موجودين يعني على هوامش النظم الاستبدادية. يمكن التماس الأعذار لهذه الفئة أنه يعني لم يزعموا في يوم من الأيام أنهم دعاة حرية وسدنة الحرية ومقاتلو الحرية ومن هالقصص، ما عندهم هالهاجس، يعني بيمشوا الحيط الحيط وبيقولوا يا ربي السترة، بيكتبوا مقال عن كتاب أو يصدروا كتاب أو بحث ما له علاقة بأي اشتباك ثقافي معرفي إبداعي وانغماس في الحالة الاجتماعية وبؤس الحالة الاجتماعية نتيجة النظم الاستبدادية. يمكن التماس الأعذار لهذه الطبقة الثانية من المثقف التابع، المثقف الإمعة. ثالثا، هذه الطبقة الثالثة من المثقف الإمعة وهي الغالبية، وهي الأكثر خطورة وبشاعة وتفاهة والأكبر تحملا للوزر والمسؤولية من الفئتين السابقتين، من الطبقة الأولى من الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة هي الأكثر تحملا للوزر والمسؤولية من الفئتين السابقتين. المثقف الإمعة من الصنف الثالث إنه المثقف الذي يتبع نظاما استبداديا فاشيا عنصريا طائفيا دينيا أو دنيويا قوميا أو يساريا، ليس عن قناعة ولا خوفا أو عجزا عن اتخاذ موقف نقدي مندد، لا، يعني لا هو مقتنع ولا هو خائف من اتخاذ موقف واضح نقدي صريح جهور من النظم الاستبدادية، لا، أو أقله أن يتخذ موقفا محايدا غير متورط، لا مع النظام الاستبدادي ولا ضد النظام الاستبدادي. هاي كمان ما بيساويها. شو بيساوي؟ لكن تراه يؤيد هذا النظام الاستبدادي إما طمعا في منصب أو سعيا وراء مكرمة أو جريا خلف هبة أو الحظوة والاهتمام. هذه الفئة، الطبقة الثالثة من المثقف الإمعة، هي الأكثر قدرة على إصدار فتاوى ومبررات وتشريعات ثقافية لسلوكها المشين والمخزي. عندهم قدرة مهولة لاستنباط واستنتاج وإصدار فتاوى وتبريرات ومسوغات لهذا السلوك المعيب، تبعية النظام الفاشي الاستبدادي القمعي الهمجي. أتى سقوط نظام بشار الأسد الاستبدادي الهمجي ومجيء نظام الجولاني الاستبدادي الديني الطائفي الهمجي أيضا
ليميط اللثام عن كمية مهولة من المثقف الإمعة، وتحديدا من الصنف الثالث. وسقطت الأقنعة عن وجوههم: أقنعة اليسار، أقنعة العلمانية والليبرالية، أقنعة الاعتدال ومناهضة الوسخ التاريخي. تعبير الوسخ التاريخي هو للدكتور المفكر أحمد نسيم برقاوي. إذن وسقطت الأقنعة عن وجوههم: أقنعة اليسار، أقنعة العلمانية والليبرالية، أقنعة الاعتدال ومناهضة الوسخ التاريخي، أقنعة الحداثة الفكرية والأدبية والثقافية، أقنعة الدفاع عن الحريات ومنها حرية المرأة. كل هؤلاء الذين كانوا ضد نظام الأسد الابن لهذه الأسباب الحقيقية والجدية، كل هؤلاء أصحاب الأقنعة الذين سقطت عنهم الأقنعة كانوا مناهضين لنظام بشار الأسد الأب، أو لنقل الابن، لهذه الأسباب الوجيهة والحقيقية والجدية. صاروا ضيوف الجولاني، ضيوف نظام الجولاني. ضيوف النظام الجولاني ليس يعني كيف، يعني في إطار نشاط ثقافي مش سياسي، نشاط ثقافي لالتماس أو لإطفاء صفة الشرعية السياسية الثقافية على نظام سياسي. المهم صاروا ضيوف نظام الجولاني، ويقدمون المحاضرات ويوقعون كتبهم تحت خيمة نظام قتل العلويين والدروز والمسيحيين والكرد والعرب والمسلمين. من نظام الجولاني؟ نظام عقائدي سلفي جهادي إرهابي تكفيري، دينه وديدنه الغزو والسلب والنهب والسبي، ومتمرغ. هذا النظام متمرغ في الوسخ التاريخي. هذا النظام، نظام الجولاني، متمرغ في الوسخ التاريخي، وأحد نتائجه وينتج هذا الوسخ التاريخي، ينتجه ويصدره، ويعني هو وليد رحم هذا الوسخ التاريخي. وأنا أقصد نظام الجولاني صار يصلح، هذا النظام، نظام الوسخ التاريخي، صار يصلح للتعامل والتواصل معه والانفتاح عليه من قبل صاحب مقولة الوسخ التاريخي، وأنا أقصد أحمد برقاوي. هذا النظام بهذه التركيبة، بهذا الكم المهول من الوسخ التاريخي والإجرام التاريخي، صار يعني شرفة جميلة يطل منها أحمد برقاوي صاحب مقولة الوسخ التاريخي، يطل منها على دمشق وعلى بؤس حال دمشق وبؤس الثقافة والسياسة والاقتصاد والمجتمع في دمشق، ويطل من هذه الشرفة الجميلة على الضحايا، ضحايا هذا النظام من العلويين والدروز والكرد وكل ضحايا نظام الجولاني. ولا أعلم، والقول لي، ما الذي تغير؟ ما الذي جعل من نظام سلفي جهادي طائفي تكفيري همجي وقبيح كنظام الجولاني أفضل من نظام بشار الأسد؟ يعني شو اللي بيخلي هؤلاء المثقفين، ومنهم برقاوي وجان دوست وعبد الباسط سيدة وبرهان غليون ومين بتكون يعني وريما بالي، وكل هؤلاء الذين لبوا النداء الثقافي لنظام الجولاني، لبوا واستجابوا للدعوة إلى هذا المعرض، ما الذي تغير في هذا النظام ليجعل كل هؤلاء المثقفين يهرولون نحو نظام الجولاني ويباركون هذا النظام ثقافيا بشكل مباشر
أو غير مباشر. يعني مش إعادة، محاولة تعويم هذا النظام، محاولة تصدير هذا النظام، محاولة غسل أيدي وأرجل هذا النظام، غسل بنادق هذا النظام وصواطير وسكاكين ومقصات هذا النظام من دماء الدرزي والعلوي والمسيحي والكردي والعربي. ما الذي تغير يعني؟ شو اللي صار؟ شو عدا ما بدا يعني؟ شو اللي يعني جعل نظام الجولاني أفضل من نظام بشار الأسد؟ هؤلاء بطريقة أو بأخرى يعني يا ترى لو أقام نظام الأسد الآن لو كان نظام الأسد موجود، لو كان نظام الأسد موجود الآن في 2006 وأقام هذا المعرض ووجه الدعوات لهؤلاء، من منهم يعني كان سيستجيب للدعوة ويقدم تبريراته؟ نشاط ثقافي وكذا، واشتاق لدمشق وبده يشوف بلده وبده يزور بلده، ومن الخليط الإنساني الثقافي الأخلاقي السياسي من التبريرات السمجة والمتهافتة. لو كان هذا النظام موجود وعرض هذه الخدمات والاحتفاءات لهؤلاء المثقفين، من هؤلاء كان سيستجيب يعني؟ لو كان الجولاني مش موجود وكان بشار الأسد حتى الآن موجود في قصر الرئاسي أو قصر المهاجرين. إجمالا يعني أنا رأيي وتصنيفي أنه وقد ذكرت يعني الموضوع مش بحاجة إلى الشروح، يعني مهم. الغريب في الأمر إن المثقف الإمعة من الفئة الثالثة، وهي الأكثر والأقوى يعني الأكثر قدرة على التبرير والتسويق واجتراح التبريرات والحجج، هذه الفئة. الغريب في الأمر أن المثقف الإمعة من الفئة الثالثة أغلبهم يعيش خارج سوريا. أغلب هؤلاء يعيشون جان دوست يعيش في ألمانيا ومكتفي، يعني بياخذ فلوس من الألمان، بياخذ فلوس من كردستان العراق، وضعه المالي جيد اللهم لا حسد، يعني بيحاول من هون لهون، يعني لا يترك جائزة أدبية تعتب عليه يشارك، ولا يفوز بالجوائز الأدبية ثم يهاجمها. يعني إن فاز بها فهي جميلة ومحترمة وكذا، وإن لم يفز يبدأ بالهجوم. هو ليس الوحيد يعني في هذه يعني يتفرد بهذا السلوك، لا، يعني كثر من المثقفين العرب هكذا يعني. المهم، الغريب في الأمر أن المثقف الإمعة من الفئة الثالثة أغلبهم يعيشون خارج سوريا، فهل إقاماتهم ومناصبهم ووظائفهم في دول الخليج مثلا كانت ستتأثر إذا رفضوا دعوات نظام الجولاني لمعرض الكتاب في دمشق؟ ربما. يعني اللي بيعيشوا في بلدان أوروبية، جان دوست وغيره وريما بالي اللي بتعيش بإسبانيا، حطوهم على جنب، حطوهم على جنب. بس اللي داخل سوريا، يعني مثلا سميرة مسالمة موظفة، سميرة مسالمة ضحت بالكثير من المثقفين، لأنه هي حاليا مديرة مكتب المدن في دمشق، يعني معززة مكرمة لدى نظام الجولاني. إبراهيم الجابين موظف في إعلام الجولاني ترك ألمانيا، سميرة تركت النمسا وعادوا بمرافقة أمنية، يعني إبراهيم بيروح وبيجي بمرافقة أمنية. وفضحوا يعني هذا رئيس اتحاد الكتاب العرب فضح لإبراهيم الجبين على إحدى القنوات العربية، وذكر أنه إبراهيم بيصدر نفسه أنه معارض. شو المعارضة اللي تحميه الأمن العام
سيارات الأمن العام. مهم ف اللي هنيك اللي داخل سوريا يمكن يعني أن نلتمس له مبررات أنه داخل سوريا وكذا. أما هؤلاء الطبقة الثالثة أغلبهم بيعيشوا خارج سوريا. ما الذي يجبرهم؟ حتى اللي في دول الخليج، اللي في السعودية أو في الإمارات أو في قطر، موظفين بيشتغلوا في مؤسسات، في قنوات وفي كذا، إذا أبدوا موقفا معارضا منددا شاجبا لنظام الجولاني أو رفضوا دعوة المشاركة في هذا المعرض، هذا العرس الوطني الثقافي التنويري النهضوي ما بعرف شو، رفضوا. يعني هل كانوا سيطردون من وظائفهم مثلا في الإمارات أو في قطر أو في السعودية أو في الكويت أو في الدول الخليج اللي حاليا تدعم نظام الجولاني لأغراض سياسية؟ ربما. لكن اللي بيعيشوا برا هذلون شو قصتهم؟ يعني أنا سبق وذكرت قصة جان دوست. عراب زيارة جان دوست واحد أخوانجي تافه كان مشتغل مترجم وبيجي هاجمني يعني على الفيسبوك، يعني يحمل الجنسية التركية ومؤسس حزب تركي، حزب تركي مرخص، حزب تركي. هو في تركيا قيادي في حزب تركي، وفي سوريا في دمشق مسؤول القسم الكردي في وكالة سانا. يعني جايبينه من تركيا، هذا من حصة تركيا في الحكومة وفي المؤسسات الإدارية والإعلامية في سوريا. هو هذا الشخص صديق جاندوس اللي عبد له الطريق وفرش له الطريق في دمشق. هذا هو يعني القصة، مش كشف نووي، يعني معروفة ومفضوحة. يعني في وقت أنه عفرين تحت الاحتلال التركي كاتب رواية، يعني صديقنا جاندوس كاتب رواية على أساس عن عفرين، وعفرين ما زالت تحت الاحتلال، واللي بيحتلوا عفرين جزء أصيل وركن أصيل من نظام الجولاني. كاتب رواية عن كوباني تضامنا مع كوباني، وكوباني الآن محاصرة من نظام من نظام الجولاني. وهو في هذه الرواية يهاجم بالشتائم بأقذع السباب والشتائم مثقف كردي آخر كان صديقه لجان دوست. يعني معروف، يعني الكرد السوريين يعرفون أنا من أقصد. يشتمه لأنه هذا الكاتب الكردي اللي أنا كمان بختلف معه، يعني كتب على صفحتي على الفيسبوك أنه أهلا بالجيش العربي السوري لحماية الزيتون الكردي ضد الغزو التركي، كتب هيك. يعني الموقف كلنا، يعني هذا الموقف تفضيل نظام استبدادي على نظام استبدادي آخر أدناه في حينه. صاحبنا أصدر رواية تصفية حساب مع كاتب، يعني وأنا كتبت حول هذا الموضوع، ما بدي أكرر. يعني هل يصلح الأدب والرواية تحديدا لإجراء تصفية حسابات شخصية مع أناس، مع كتاب، مع أدباء بعينهم؟ يعني صار خلاف ما بين جان بول سارتر وألبير كامو، كانوا أصدقاء وصاروا على خلاف. الاثنين هل استخدموا الأدب كوسيلة لتصفية الحسابات الشخصية؟ لا، جرت يعني الأمور كثيرة يعني في عالم الأدب. طبعا ربما نعثر على هيك سلوك، لكن هذا السلوك غير مبرر. يعني أنا في تقديري وظني غير مبرر. أنا والكاتب اللي شتمه جان دوست كمان دخلنا في معركة سجالية. أنا ما شتمته، يعني هو اللي شتمنا. يعني في مصر أنا وكاتب مصري دخلنا في معركة، وأنا يعني كتبت دراسة مطولة وموثقة ومنشورة في كتابي هاء الغائب
كمان نشرت عن جندوس كمان، يعني منحته هذا الشرف. والمقالات اللي كتبتها مقالين يعني عن أعماله الروائية، وذكرت يعني مكان من الاختلاس والخلل الفني والترهل والمشاكل التقنية، كله موثق موجود في هذا الكتاب في هاء الغائب. والمقال عندما يرتقي من مستوى المقال إلى كتاب يصبح مرجع. يعني هذا الكتاب بعد 100 عام، 100 عام الناس تأتي وتنظر وتتفحص تفاصيل هذا الكتاب ومحتوى، سيكتشفون نماذج عن الاختلاس الأدبي، منها جندوس. نماذج مثلا عن المشاكل الفنية والتقنية، وأمثلة كثيرة. المهم هؤلاء المثقفين الذين هرولوا نحو نحو خيمة الجولاني، خيمته الثقافية الملطخة بالدم السوري، الدم العربي، الدم الكردي، هؤلاء يعني فليشرحوا لنا، وسيشرحون يعني مبررات ومسوغات. أنا ما بدي هاي الفتاوى والمبررات السخيفة إنه والله قصد أبرمت اتفاقا يعني مع نظام الجولاني، خلاص مش مشكلة. والله المجلس الوطني دخل في مفاوضات مع نظام الجولاني، المنظمة الآثورية السريانية منفتحة على نظام الجولاني، فمش مشكل يعني كاتب أو كاتبة مسيحية تروح تعمل تسوية أمور مع نظام الجولاني. هذه يعني تخريجات سمجة ولزجة ومتهافتة. ليش؟ لأنه مصر وهي من هي يعني أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل، لكن الشعب المصري، المزاج العام المصري، المزاج الثقافي والاجتماعي معروف، يعني معروف موقفه النقدي الواضح والصريح، واللي يتقدم على القرار السياسي والاتفاق السياسي، اتفاق السلام. مصر الرسمية في حالة سلام مع إسرائيل، لكن مصر الشعبية الاجتماعية الثقافية على الإطلاق ليست في حالة سلام مع إسرائيل، على خلفية حرب 56، حرب 67، حرب 73، وما فعلته إسرائيل في مصر وفي جنود مصر وفي أراضي مصر. هذا موقف متجاوز. الموقف الثقافي والأخلاقي والمبدئي للمصريين يعني لا يبقى أسير الموقف السياسي واتفاقية كامب ديفيد. نفس القصة فيما يتعلق بالموقف الفلسطيني من إسرائيل. جيبوا لي مثقف من الدرجة العاشرة، مثقف فلسطيني من الدرجة العاشرة ينفتح على إسرائيل ويمدح إسرائيل وبيروح بيشارك في معارض الكتب التي تقيمها إسرائيل بحجة أنه والله الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أبرم اتفاق أوسلو وخلاص انتهى، طويت صفحة الخلاف والحرب مع إسرائيل. ما في هيك شيء يعني. أنا ما شفت. إذا عندكم أسماء اعطوني إياها، مش مشكل يعني، مشان يبرزها جاندوست وغيره وريما، وانه شوفوا هاي الفلسطينيين كمان يعني يتذرعون ويبررون مواقفهم استنادا على التحالفات او التفاهمات او الاتفاقيات السياسيه ما بين الاطراف السياسيه السوريه، قصد وغير قصد يعني. المهم الاردنيين نفس القصه يعني القريبين من الصراع. يعني يمكن يعني حتى البعيدين، يعني الكتاب الخليجيين اللي بعيدين، جيبوا لي كاتب خليجي عربي محترم كبير محقق ومنفتح على إسرائيل، وحجته وبرهانه وسنده أنه يا أخي الفلسطينيين
توصلوا إلى سلام مع إسرائيل، ليش أنا يعني أعادي إسرائيل إلى الآن؟ مسألة معاداة إسرائيل أو الموقف من الإسرائيليين موقف يعني من الضحايا. أنت مع الضحية ولا مع الجلاد؟ أنت مع الظالم ولا مع المظلوم؟ يعني أنا لا أقول، لكن الآن كوباني محاصرة، كوباني محاصرة مقطوع عنها المي يعني ظروف إنسانية صعبة. كيف لشخص يحسب نفسه وعاش في كوباني وأنا ما ألفت الرواية عن كوباني، لكنني دافعت عن كوباني حتى هذه اللحظة يعني أدافع عن كوباني. يجي وأنا أتتني الدعوة ورفضتها، رفضتها دعوة لمعرض الجولاني، رفضتها يعني بدون تردد، مع يعني نشر الدعوة وأسباب رفضي للمشاركة بهذه المغسلة يعني اللي اسمها معرض الكتاب، مغسلة للجولاني و, و, و نقطة سوداء لكل من شارك فيها، نقطة سوداء لكل من شارك فيها. يعني شاركوا في هذا المعرض بعد سنتين ثلاثة لحتى نتبين أنه بالفعل نظام جولاني صار نظام وطني، ويعني يخطو خطوات نحو إعادة ترتيب الدولة، إنتاج سوريا بصيغة وطنية محترمة نحترمه، يفرض احترامه علينا. لك هذا يتفاخر بنظامه بماضيه الإرهابي، يتفاخر الجولاني يتفاخر بماضيه الإرهابي ولا يتبرأ من هذا، لا ينتقد هذا الماضي، يتفاخر به. يعني أنا يعني أروح أعطيه شرعية ثقافية ولا يحلم فيها. يعني لو سدت في وجهي كل أبواب النشاطات الثقافية وكان الباب الأخير والباب الوحيد وباب الجولاني، لن أدخل ولن أمنحه التفويض الثقافي أو الشرعية الثقافية على الإطلاق. المهم أنا أتيت أنه المثقفين اللي في منطقة الخليج هل سيخسرون وظائفهم أو مناصبهم في حال رفضوا دعوات الجولاني؟ ربما يعني مؤسساتهم تضغط عليهم وحرصا على مصالحهم، مثل ما الموجودين داخل سوريا حرصا على حياة ووظائف ومصالح، حتى اللي خارج سوريا حرصا على وظائف وحياة بيروحوا. السؤال هنا والعودة إلى المقال، ترى لو كان سعد الله والنوس، محمد الماغوت، ممدوح عدوان، محمد عمران، صادق جلال العظم، هؤلاء أحياء، لو كانوا الآن بيننا أحياء يرزقون يعني، ووجهت لهم الدعوات لحضور معرض الجولاني للكتاب، معرض ابن تيمية، هل كنا سنجدهم في رحاب خيمة الجولاني مثل يعني أحمد برقاوي وجان دوست وعبد الباسط سيدة وريما بالي وغيرهم؟ هل هؤلاء أيضا كانوا سيحضرون يعني في رحاب؟ هل كنا سنجدهم في رحاب خيمة الجولاني الثقافية الملطخة بدماء السوريين والسوريات؟ بصراحة لا أستطيع أن أجيب بنعم. أنا ما فيني أقول إيه رح يروحوا، أنا لا يمكنني يعني أن أجازف بأن وأقول لو كانوا أحياء لذهبوا، ما فيني أقول اعتمادا على ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية من سقوط مريع، أنه يعني صادق جلال العظم راح يروح لأنه أحمد برقاوي راح، لأنه برهان غليون راح مثلا، أه عبد الله سعد الله ونوس راح لأنه مثلا جان دوست راح. لا، أنا ما فيني أقول هيك، ما فيني يعني أجزم أو حتى أفترض يعني ذهاب هؤلاء واستجابة هؤلاء لو كانوا أحياء بيننا، استجابة هؤلاء
دعوات نظام الجولاني لحضور معرض الكتاب، أنا ما فيني أقول نعم. بعد كل ما شاهدناه يعني في الأيام القليلة الماضية من سقوط مريع للمثقف وانكشاف المثقف الإمعة من الفئة الثالثة، ولا أستطيع الإجابة بلا، يعني لا أستطيع الإجابة بنعم أنهم سيذهبون ويشاركوا في هذا المعرض، ولا يمكنني أن أقول لا لن يذهبوا كمان، لأنه شفنا أسماء مهمة، شفنا أسماء يعني أنا كنت أثق بها يعني، وهذه الأسماء راحت واستجابت يعني ومتفاخرين يعني بهذا الأمر يعني. فأنا لا أستطيع أن أقول نعم صادق جلال العظم ومن ذكرت أسمائهم كانوا سيذهبون إلى دمشق ويستجيبون للجولاني، ولا أستطيع أن أقول لا سيبقون على ما هم عليه من هويات ثقافية أصيلة ورصينة ومواقف مبدئية من الاستبداد. ما فيني أقول هيك، لأنه ما عاد فينا يعني نعطي موقف أو قول قطعي حيال المثقف السوري. المثقف السوري هش 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 يعني شديد الهشاشة يعني وسرعان السقوط إلى أن يثبت العكس. مني وجر يعني شيء مؤسف ومخزي ما والفضائح التي تتالت في معرض الجولاني للكتاب في دمشق. فمن كنت أظنه موسى في الثقافة والفكر والأدب اتضح أنه فرعون، ومن ظننته مثقفا نزيها صلب الكلمة والموقف والرأي لا يهادن ولا يداهن مواقفه جريئة غير ملتبسة أو مواربة، اتضح لي أنه مثقف إمعة من الطبقة الثالثة. يبقى القول التاريخ خير أستاذ في مسألة الكشف والفرز بين المثقف الحقيقي والمثقف الإمعة. الذليل المثقف الإمعة الذليل المهان والمدان مهما امتلك من النرجسية والطاووسية، ذلك أن المثقف الحقيقي كان وسيبقى نادرا نفيسا، ولن تستطيع سيول وفيضانات المثقف الإمعة الإطاحة به بالمثقف الحقيقي. المثقف الحقيقي الأصيل لا يسترخص نفسه أمام نظام استبدادي رخيص، ولا يضع كبرياءه الثقافي على طاولة نظام همجي بداعي المزاد أو المقايضة أو المساومة، ثم يسرد علينا أسبابه ومبرراته الوطنية والسياسية والثقافية والأخلاقية الممجوجة السمجة والتافهة، المبررات اللي اعتدنا عليها لشرعنة هيك السلوك. وأنا ذكرت أنه المثقف الإمعة من الطبقة الثالثة لديه تلك القدرة المهولة والزخرف والتخريجات والتسويغات لتبرير سلوكه المشين. نقطة من أول السطر. الآن انتهيت من هذا المقال اللي أعتقد أنه يعبر إلى حد ما عن تصوري وفهمي للمثقف الإمعة وطبقات هذا المثقف، اللي بحاول قدر استطاعتي أن أتجنب هكذا سلوكيات وتجنبت، وكان موقفي وضيحا جهورا صريحا برفض المشاركة في معرض
الكتاب اللي نظمه نظام الجولاني. ما أحلاني وأنا أنتقد هذا النظام وتشوفوني يعني موجود في رحاب خيمة الجولاني، وأقبل على نفسي أن أكون مثقفا إمعة مثل الذين يعني حضروا وشاركوا العرس الثقافي لهذا النظام الاستبدادي، نظام أبو محمد الجولاني. أكتفي بهذا القدر. دمتم ودامت سوريا بألف خير.